هالو شون. أنا فراو نور سعيد وأنت بتشوف الفيديو السادس من سلسلة كورس تعلم القراءة والنطق باللغة الألمانية. يلا بينا نكمل. كنا بناخد في الفيديو الخامس الحروف المركبة كيف تنطق باللغة الألمانية، وفي الفيديو السادس هنكمل مع بعض الحروف المركبة وكمان هنتدرب مع بعض على القراءة باللغة الألمانية. خليك معانا لو انت مهتم. طيب، الحرفين اللي عندي الاولين هو اس بي، والاتنين دول بيدوني صوت شب وهو شين ب شب. اخد بالي ان انا بقول ب، يعني ب. لا، انا جبت ورقة وقلت ب، هتلاقي ان البي بتحرك الورقة، الهواء بيطلع من بقي. شب. زي الفعل عندي بقى هنا بعض الكلمات. لو انت اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان خليني اقولك انا ايه الطريقة اللي انا ماشية بيها. هو دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا بقولك ان الحرفين دول الاس بي لما بيجوا مع بعض ايه الصوت اللي هو بيديهولي، وهو شبه. بعد كده بديك امثله زي ما انت شايف كده، ببدا ان انا اقراها لك وانت بتسمعني في الاول وبعد كده بتكرر معايا. وفي الجانب الفاضي ده المكان اللي انت اصول بتترجم الكلمه دي للغتك الام، او بمعنى اصح اللغه الاسهل ليك، سواء كانت الانجليزيه او العربيه او الفرنسويه. خلينا نبدا مع بعض. sprechen 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 يعني يتحدث، هو فعل معناه يتحدث. sprechen sprechen. الفعل اللي بعده spielen 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 يعني يلعب. sport 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 يعني رياضة. Beispiel Beispiel على سبيل المثال. Beispiel مثل. Beispiel springen 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 يعني يقفز. jump springen. خليني اقراهم للمرة الأخيرة، اسمعوا وكرر معايا. sprechen يعني يتحدث. spielen يعني يلعب. sport يعني رياضة. Beispiel يعني مثل. springen يعني يقفز. شت st بتقرأوا مع بعض شت شين ت شت. ناخد أمثلة عليها. أول مثل عندي هو شتغاسة شتغاسة يعني شارع. Bleistift 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 يعني قلم رصاص. Stuhl يعني كرسي. Stunde يعني ساعة. Student يعني طالب. Obst يعني فاكهة. خلينا نسمعهم ونكررهم تاني مع بعض. يبقى حرف الاس تي بيديني صوت شت. ناخد أمثلة عليه. شتغاسة يعني شارع. بلايشتيفت يعني قلم رصاص. شتول يعني كرسي. شتوند يعني ساعة. شتودنت يعني طالب. اوبست يعني فاكهة. بعد كده عندي الثلاث حروف دول الاس سي ها بينطقوا شين ش ناخد أمثلة عليهم. schlafen يعني ينام. schlafen يعني ينام. schlüssel يعني مفتاح. Schule يعني مدرسة.
خلينا ان احنا نقرأهم مرة كمان. 3 حروف دول بيدوني صوت ش ش. اول حاجة عندي هي شلافن يعني ينام، بعد كده شلوسل يعني مفتاح، شولة يعني مدرسة. هنا حاول تقرأها لوحدك. تا ش طش. طشة يعني حقيبة يد، شنطة. طش. حاول دي تقرأها لوحدك كاختبار صغير ليك. ش شرانك شرانك. شرانك يعني خزانة، يعني دولاب. شرانك. بعد كده عندي الحرف اللي بعده هو تي اي او ان. المقطع ده بيتقال عليه تسيون. تسيون من غير التي تبقى اون. طيب خلينا في تسيون زي انفورماتسيون، بوزيتسيون. انفورماتسيون يعني معلومة، بوزيتسيون يعني بوزيشن، موقع معين. اون اون ريجيون. ريجيون ريجيون يعني منطقة، لكن ريليجيون يعني دين. ريليجيون يبقى اون. ريليجيون يعني دين، لكن ريجيون يعني منطقة. السي ها اس التلاتة دول بيتقروا مع بعض اكس. اكس زي زكس زكس. فوكس فوكس. زكس يعني رقم 6 وفوكس يعني ثعلب. زكس كأنهم اكس قدامي. الكو او دايما بيتقروا كفه كفه، ودايما الكو بتيجي معاها الاو في اللغة الألمانية. كفه كفه زي كفاليتيت. كفاليتيت كفاليتيت. كفاليتيت. كفاليتيت يعني الجودة. بيكفم. 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 بيكفم يعني مريح. كفالة. كفالة. كفالة يعني قنديل البحر اللي هو الجيلي فيش. اونج. المقطع ده هو المقطع الأخير واسمه اونج. طيب هم عبارة عن 3 حروف او ان جي بيدين صوت اونج. زي كده كلمة بو هونج هتلاقي زي كلمة بو اونج. دايما في الألماني نصيحة وانت بتحاول تقرأ أي حاجة أيا كانت الكلمة طويلة، كل اللي عليك تعمله انك تقسم الكلمة. أول ما تقسمها هتلاقي ان ان الكلمة سهل جدا انك تقرأها. بو هونج يعني حجز. ريزرفيرونج برضو يعني حجز. ريزرفيرونج. ريزرفيرونج يعني حجز. übung يعني تمرين. übung. Buchhaltung محاسبة. Buchhaltung يعني محاسبة. Begegnungen يعني اللقاء. Begegnungen يعني اللقاء. Ong زي Buchung حجز. Reservierung يعني حجز برضو. Übung يعني تمرين. Buchhaltung يعني محاسبة. Begegnungen يعني اللقاء. وبكده نكون أخدنا كل الحروف المركبة في اللغة الألمانية وكل قواعد القراءة، ودلوقتي انت جاهز انك تقرأ أي حاجة بالألماني. خلينا نبدأ مع بعض الأول بعض الجمل. Versuchen Sie zuerst bei diesen Sätzen zu lesen, dann weiter mit dem Text unten. يعني انت هتحاول تقرأ الجمل دي دلوقتي وبعد كده كمل بالتكست الموجود، والتكست ده هيكون في الفيديو السابع. هنتمرن مع بعض على القراءة. خلينا نبدأ هنا نقرأ. انا هبدأ اقرأ بالراحة جدا كأني مبتدئة في اللغة،
وانت لازم تحاول بنفس الطريقة اللي انا هحاول بيها دلوقتي. Ich möchte einen Saft. Bitte. Ich möchte einen ein Orangensaft bitte. نقراها بقى عادي. Ich möchte einen Orangensaft bitte. Ich möchte einen Orangensaft bitte. Ich يعني أنا، möchte يعني أرغب أو أريد، einen Orangensaft عصير برتقال bitte من فضلك. طيب أنا هحاول أسيبك تقرأ الجملة دي لوحدك الأول، حاول كده، هديك بعض الدقايق تحاول فيها. برافو. خليني أصححها لك. Ich sehe dich heute in das Kino. Ich sehe dich heute in das Kino. يعني أنا هشوفك النهاردة في السينما. Ich sehe dich heute in das Kino. أنا هشوفك النهاردة في السينما. Ich heiße Frau Nora. Ich heiße Frau Nora. اخر جملة مش هقرأها، هسيبك انك تحاول تقرأها، وده هيكون الهاوس اوف جابا بتاعك. هاوس اوف جابا يعني واجب، حاول انك تقرأها مع نفسك. وفي الفيديو التاني او الفيديو الاخير من كورس تعلم القراءة والنطق باللغة الألمانية بغشتجة أو شباخة باللهجة صحيحة هيكون خلص. اقدر اقولك دلوقتي اشوفك في الفيديو الاخير. تشو